بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين بخير وبصحة جيدة. لكن في بداية حلقة النهاردة خليني بس أسأل سؤال. هو ليه كل واحد شايف نفسه صح؟ وليه لما احنا نغلط يبقى عندنا ألف عذر، لكن لما غيرنا يغلط نتحول فجأة لقاضي ومصلح اجتماعي وخبير في الأخلاق؟ يعني مثلا كان عندك ميعاد مع حد وتأخر شوية لأي ظرف، أول حاجة تقول الشخص ده ما عندوش احترام للمواعيد ولا بيحترم نفسه. لكن لو أنت اللي اتأخرت تقول والله معلش الطريق كان زحمة والعربية اتعطلت والظروف كانت صعبة. هو إيه اللي اتغير؟ الغلط هو لكن الفاعل اتغير. إحنا مع نفسنا محامين شاطرين ومع الناس جلادين. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام ربنا قاله في القرآن الكريم من أكتر من 1400 سنة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني إيه؟ يعني جواك أنت عارف الحقيقة، عارف إنك غلط، لكن بتدور على مبررات عشان ترتاح. مين فينا ما عملهاش؟ مرة زعقت لحد ممكن يكون قريب منك وممكن يكون حد ما تعرفوش وتقول معلش كنت متعصب شوية، أصلي وخد عندك. لكن لما حد زعلك على طول تقول عليه شوف قلة الأدب. مرة قطعت الطريق على حد وقلت معلش مستعجل، ولما حد قطع الطريق عليك على طول الناس دي ما بتعرفش السوق، شايف؟ اتعلموا الأول وهات يشتين. نفس الموقف لكن الحكم اتغير، وده لأن الإنسان بطبيعته بيحب يطلع نفسه صح. علماء النفس بيسموه الانحياز للنفس. يعني أي نجاح تنسبه لنفسك وأي غلط تلزقها في الظروف أو في الناس. بس المشكلة الأكبر إننا بقينا عايشين في زمن كل واحد فيه بقى مصلح اجتماعي. أول ما يشوف مشهد يحكم بدون مبررات، وتلاقي كل الحقيقة غايبة. كتير فيديوهات بتتضرب والذكاء الاصطناعي بقى يعمل لك كل حاجة وكل اللي أنت عايزه. تشوف صورة تحكم، تسمع إشاعة تحكم، كأن ربنا وكلك تحاسب الناس. مع إن ربنا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال كمان: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يعني قبل ما تبص على غلط غيرك بص على نفسك الأول. تعرفوا مين الشاطر بجد؟ مش اللي يعرف يطلع عيوب الناس، الشاطر هو اللي يعرف يطلع عيوب نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يعني الذكي هو اللي يحاسب نفسه كل يوم. اسأل نفسك قبل ما تنام: أنا جرحت مين النهاردة؟ أنا ظلمت مين النهاردة؟ هل أنا اعتذرت لما أنا غلطت؟ ولا كان كل همي أعد أخطاء الناس؟ للأسف إحنا بقينا نمسك الميكروسكوب على أخطاء غيرنا ونحط السهرة على أخطائنا. ولو كل واحد فينا اشتغل على إصلاح نفسه هتلاقي بيوتنا اتصلحت وشوارعنا اتصلحت ومجتمعنا كله اتصلح. قبل ما تنتقد افتكر إنك بشر، وقبل ما تحكم افتكر إن ليك أخطاء محدش يعرفها غير ربنا. وقبل ما تقول أنا عمري ما أعمل كده افتكر إن القلوب بين إيدين ربنا، وإن الإنسان ممكن يبتلي بنفس الذنب اللي كان بيعيد به غيره. خلي شعرك دايما أنا مش مسؤول علشان أصلح عيوب الناس كلها، لكن أنا مسؤول أبدأ بإصلاح نفسي. وربنا يجمعنا وإياكم من الناس اللي بتحاسب نفسها قبل ما يحاسبوا غيرهم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.